اللي فات من مسلسل حق عرب كوم، والحلقة النهاردة كانت كوم تاني خالص. عبد ربه أخيرا كشف سر صباح بعد ما عرب رفع السلاح عليه ولسه كان هيقتله. صباح جريت وقالت ما ينفعش ابني يقتل أبوه، وعرب اتصدم ونزل السلاح، وانتهت الحلقة على كده. والحلقة الأخيرة من حق عرب هنشوف إنها تحصل أحداث تانية خالص، وأول الأحداث اللي هنشوفها خيانة سيحة لعرب. عرب ما كانش عايز يوسخ نفسه في قتل مازن لأن هو ما بيحبش القتل، وكان هيخلي عبد ربه هو اللي يقتل مازن، بس سيحة اتبرع بأن هو اللي يعمل كده، وقال لعرب أنا اللي هقتلهم. وعرب أخد عبد ربه والرجالة وطلعوا كلهم بره. وعلشان النفوس بتغير هنشوف إن سيحة بيبيع عرب، وطبعا كل ده علشان الفلوس. سيحة هيكون عمل نمرة على عرب وولع كده على الفاضي، وهيكون فك مازن علشان ما يموتوش. والدليل كمان إن الأغنية بتاعت المسلسل بتتكلم في الأساس عن غدر الصحاب، زي ما منى غدرت بصاحبتها حنان. هنشوف كمان إن سيحة هيغدر بعرب صاحبه. أما بقى عبد رب وعرب فالأمور هتتقلب تماما بعد ما صباح جت في نص الحارة والناس واقفة وقالت له ما ينفعش ابني يقتل أبوه. هنشوف إن عبد ربه هيعرف الحقيقة، وصباح هتحكي على السر قدام أهل المنطقة كلهم، وهتقول إنها عملت كده وبدلتهم علشان خوفها على عرب، وإنها بكده هتكون بتحمي ابنها وجوزها. وهنشوف إن عرب وعبد ربه هيبقوا واحد وهيتصافوا كمان مع بعض. وعبد ربه هيعرف إن هو كان بيجري ورا وهم إن هو هيتقتل من ابنه، وإن لا يعلم الغيب إلا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وحده هو اللي بإيده علم الغيب، ويعرف البني آدم هيموت إمتى وإزاي وفين، وإن مفيش مخلوق على وش الدنيا يعرف يتنبأ بموت بني آدم. يعني من الآخر هنشوف إن عبد ربه كان بيجري ورا وهم كبير. وهنشوف كمان إن عبد ربه هيطلق حنان، وده بعد مصالحة عبد ربه وعرب. وكمان عرب هيتجوز أنغام بموافقة عبد ربه، وطبعا ده بعد عتاب وجدل طويل في الحلقة الأخيرة من أنغام بإن هي هتتعرف على أمها، واللي هتكون أمها هي أم عرب السويركي. يعني هي في الأصل اسمها أنغام السويركي، وبالنسبة لعرب فهو اسمه عرب عبد ربه. والشمل ما بينهم هيتلم تاني وهيبقوا كلهم عيلة واحدة، وعبد ربه هيرد صباح ليه. وبالنسبة بقى لسميحة فهنشوف إن هي هتسجن رباح بالفيديو اللي هي صورتوله وهو بيقتل جمال جوزها. ودي بقى توقعات الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب. واسمع بقى حلقة النهاردة، وبعد ما تسمع قولي توقعاتك هتكون زيي ولا هيكون انت عندك توقع تاني. اكتب لي بقى في الكومنتات بعد ما تسمع ملخص النهاردة، وكمل للنهاية علشان تعرف الأحداث بالتفصيل. بتبدأ الحلقة مع عرب وهو رايح الكباريه عند شعوذة، وبيكون سكران في الكباريه وبيغني. ولما بيخلص شغله عرب بيقوله أنا جايلك من طرف حبيبك اللي انت مزعله، وأنا عايز أراضيكم على بعض. فبيقوله سعيد الجن لا أصل انت لو هتعرف هو كان جايلي في سكة ايه وبيوقع كمان الكلام في ايه هتعذرني. فعرب بيقوله سكة ايه يا عم، ده عايز يصالحك ويراضيك، وأنا جاي علشان أراضيكم على بعض، وانتوا حبايب يعني، والأغنية بتاعتك حلوة قوي بس انت مغني شاطر. لحد ما شعوذة بيقوله إن سعيد جاله وطلب منه إن هو يعمل مهرجان باسم عرب والست صباح، لكنه بيكون رفض، وإن هو راح كمان سلمه للمعلم عبد ربه، وإنه من ساعتها ما شافش وشه ولا يعرف مكانه فين. فعرب بيستنتج إن عبد ربه هو اللي ورا اختفاء سعيد الجن. بعدها بنشوف مشهد جمال اللي بيروح لسميحة وبيقول لها عملتيلي إيه في الفلوس. فسميحة بتقول له هو مش أنت خدت الدهب وخلاص؟ فقال لها إن الدهب جايب 800 ألف بس، وأنا عايز أعمل المغلق الجديد، فأنتي هتخلصي وتديني الفلوس بدل ما أفضحك في الحتة وهقول للناس على حقيقتك. وكمان جمال بيقول لها إن هو معاه دليل بإن هي كانت عند رباح، ولو ما نزلتش وتصرفت وجابت له ال5 مليون هيفضحها. وبيقول لها كمان إن هو هيقول لأبوها على كل حاجة. وفي نفس الوقت بنشوف إن عرب بلغ البوليس عن المكان بتاع عبد ربه اللي بياخد فيه الناس وبيقتلهم هناك وبيدفنهم، وبيروح الضابط وبيفتشوا وبيفضلوا يحفروا بس ما بيلاقوش أي حاجة، ولا كمان بيلاقوا حتى أثر للجثث اللي عبد ربه بيكون دفنهم. فعبد ربه بيقوله جالك كلام يا باشا المرة دي، وبيفضل كمان يحور وبيفضلوا يدوروا بس هم مش بيلاقوا أي حاجة. والضابط بيقول لعرب أنا المرة دي مش هعمل لك محضر كاذب، ويا ريت إن أنت تبقى بعد كده متأكد من البلاغ اللي أنت جاي بتقدمه. فعرب بيقول له والله يا باشا كان بيدفن الجثث هنا. فعبد ربه بيقول له جثث إيه اللي أنا هنا بدفنها؟ يعني يا باشا ينفع تصدق كلام الواد ده علشان يعني ما بيني وما بينه شوية عداوة فهو يعمل كده فيا؟ وبعدها البوليس بيمشي. فعرب بيقول لعبد ربه إن هو مش هيسيبه. فبعد كده عبد ربه بيقول لعرب بالإذن بقى علشان أنا رايح المقابر، عندي زيارة كده للناس اللي كانوا مدفونين هنا، أصلا أنا نقلتهم في الرحمة التانية. فعرب بيقوله قريب جدا هخليك تحصلهم. وبعدها بنروح لمشهد مديحة اللي بتكون قاعدة مع مازن وبتقوله إنها عارفة عبد ربه وإن هو راجل ظالم جدا وإنه كمان واكل حقها، وبتقوله إن في صفقة تمثال دهب معاه، وبتقوله كمان على المكان اللي هم هيروحوا النهاردة ويسلموه.
فمازن بيقول لها عبد ربه اللي انت بتتكلمي عليه ده انا هفرجك عليه بان هو راجل ملهوش اي لازمه، وبيكونوا طبعا متابعينه وعارفينه هو رايح فين وكمان هيسلم فين. فهي اللي بتقوله المكان لما عرب بيكون مراقبه وعارف كل تحركاته. وفي المشهد ده بنشوف صفقة التماثيل الجديدة، وفهيم بيقول لعبد ربه لسه برضه زعلان والدنيا مضايقاك؟ فعبد ربه قال له كل حاجة جاية عليا من ساعة ما اتجوزت الجوازة الهم دي، وانا بنتي غضبانة عليا وخسرت كمان مراتي وعشرة سنين. ففهيم بيمسك كف عبد ربه وبيقول له لا الهم هيتزاح، بس انت بنتك تراضيها بكلمتين. فعبد ربه قال له انا عايزه اطلق حنان. وبعدها بنشوف مشهد سميحه وهي بتجيب الفلوس لجمال وبتقول له انت ايه هتعد 5 مليون؟ يعني انت مش مصدقني؟ فقال لها عقبال كمان ما تكوني حضرتي ال5 التانيين علشان انا عايز اعمل اكبر مغلق. فبتقول له اجيب لك منين يا جمال؟ وبنشوف كمان انها بتكون متفقه مع رباح وبيجي بكيس بلاستيك وبيلبسوا الجمال وبيفضل خانقه وبيوقعه على الارض لحد ما روحه بتطلع في الكيس. وفي نفس الوقت ده عبد ربه بيكون رايح علشان يسلم التمثال الذهب، ورجالة مازن ومازن بيقطعوا عليه وكمان بياخدوا منه التمثال. ومازن بيقوله ان انا مفيش حد يقدر يقول لي لا، وافتكر ان انت اللي قلت لي على حاجه لا يا عبد ربه. فعبد ربه بيقوله اللي انت بتعمله ده غلط يا مازن، وانا هندمك على كل اللي انت بتعمله دلوقتي. وبيفضل كمان يهدده. فمازن بيأمر الرجاله وبيقول لهم اربطوا المعلم عبد ربه وخلوهم مربوطين كده على الارض، وبياخد كمان البضاعه وبيمشي بالتمثال لحد بقى ما بيقابل عرب ورجالته. وبعدها بنرجع لمشهد سميحه وهي بتكون خايفه وبتقول لرباح ان احنا هنودي الجثه دي فين. فرباح بيقول لها اصبري هنزل اجيب رجلين ونرميه في النيل. وكمان سميحه بتكون خايفه وبتقول لرباح ان هو يمسح الصور والفيديوهات بتاعتها اللي عنده. وبعدها بتقول له ولا اقول لك خليهم انا مش عايزاهم، الصور قصاد الصور والفيديوهات قصاد الفيديوهات. فرباح ما بيفهمش كلامها، لكن سميحه بتقول له اصل انا صورت كل اللي حصل دلوقتي وكمان صورتك وانت بتقتل جمال. وبعدها بنرجع لرجالة عرب اللي بيقطعوا على مازن بعد ما أخد الحاجة من عبد ربه. وعرب بيقول أنا مش عايز حاجة، أنا عايز هو ده بس. ولسه هيعمل حركة غدر، فواحد من رجالته بيطلع مسدس لكن عرب بيضربه وبيقول له أنا قلت لكم إن أنا ما بهزرش، الراجل ده عمل معايا حاجات كتير وأخد صحتي وعافيتي، وأنا جاي النهاردة علشان أخد منه برضه صحته وعافيته. فمازن قال له اللي انت بتعمله معايا ده غلط يا عرب، وانا هندمك على كل اللي انت بتعمله. فعرب بيقول له مش انا قلت لك لما تشوفني يا مازن هخليك تتمنى الموت؟ وبعدها بياخد مازن وبيقول لسيحة يتحرك من هنا ويروح يفك عبد ربه ويجيبه كمان في شنطة العربية. وبيقول للرجالة التانية ابقوا خليكوا هنا، هبعت لكم رجالة تفككم دليفري. وبياخد التمثال من مازن وبياخد سيحة عبد ربه وبيجمعهم كلهم في المكان اللي بيقول له عليه عرب. والمكان ده بيكون بتاع عبد ربه اللي عبد ربه بيدفن فيه الناس اللي هو عايز يتخلص منهم. وبيروحوا على هناك وعرب بيقول لعبد ربه طبعا انت عارف المريحة دي وده كده المسوى الأخير ليكم، وأنا مش هرحمكم وانت كمان ملكش لازمة يا رامي. فبيقول له أنا ماليش دعوة، مازن هو اللي عمل كل ده. فبيقول له انت بتبيع صاحبك اخس عليك. وطبعا بيكونوا بيهددوا عرب، لكن عرب بيقول لهم أنا قلت لك إن انت هتتمنى الموت، انت خدت مني صحتي وعافيتي، وانت بقى يا عبد ربه كسرتني وسط أهل الحتة، لكن أنا هرجع كل ده، وانت بقى يا عبد ربه حسابك معايا قدام المغربلين زي ما عملت فيا بالظبط أنا هعمل فيك. وبعد كده عرب بيقول لعبد ربه يلا بقى يا عبد ربه ولع فيهم، وهنقول إن ده مس كهربي زي ما انت بالظبط بتعمل. لكن سيحة بيقول له عنك انت يا صاحبي، أنا اللي هحرقهم بنفسي، أصل دول شوية عيال هلفيت وأنا اللي هعمل كده. وبعدها عرب والرجالة وعبد ربه بيطلعوا بره وسيحة بيولع فيهم على أساس إن هو مس كهربائي. وبعدها عرب بياخد عبد ربه لحارة المغربلين وهناك بينزله وبيقول له انزل على ركبك. وعرب بيفضل يقول وسط أهل الحتة وهو رافع المسدس على عبد ربه إن الشخص ده أذاني وافترى كمان عليا في صحتي وعافيتي. وفي اللحظة دي بتيجي صباح وبتقول له لا يا ابني، ما ينفعش يا عرب، ما ينفعش ابني يقتل أبوه. والكل هنا بيتصدم وعرب ما بيبقاش فاهم إيه اللي بتقوله الست صباح ده. وبتخلص الحلقة على كده. اكتب لي بقى في الكومنتات وقولي انت متوقع ايه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة.